هنعمل النهارده مع بعض بسبوسة الحلواني بكل تركاتها. لا لا لا، دي مش بسبوسة الحلواني يا جماعة، دي بسبوسة الحلمية. أنا واحد من السيدة زينب وعشت مع بسبوسة الحلمية دي كتير. بجد البسبوسة أنا ما كنتش متوقع إن مراتي تعمل لي بسبوسة الحلمية. أنا لا بجد منبهر. طب بألف هنا والله وشفا. منبهر. لا هي فعلا جميلة جدا، ويلا بينا. بس قبل ما يعني ما نشوف الفيديو، لو عجبكم الفيديو لايك وشير ومتابعة الصفحة او اشتراك في القناة. يا جماعة ي- الطريقة دي تحفة. يلا نسمي الله ونشوف طريقتنا ايه. بجد عجبته جدا فعلا، الطريقة حلوة جدا جدا، ركزوا فيها هتطلعوها بالظبط. معايا نص كيلو من دقيق سميد، اللي هو سميد البسبوسة، بتجيبيه من عند العطار، يبقى نص كيلو بالظبط. اضافة بقى، انا حطيت من عندي 3 معالق كبار من جوز الهند. بصوا، حابين ما تضيفهمش ما تضيفهمش، بس بجد بسبوسه الحلميه حلواني بسبوسه الحلميه بيحط جوز هند وعن ثقه. يبقى 3 معالق كبار من جوز الهند وذره ملح بسيطه، وقلبناهم مع بعض. بعد كده هنعمل ايه؟ جبت معايا كده طاسه او صينيه، وحطيت فيها كوبايه سكر. انا مستخدمه الكوبايات المعياريه، كوبايه سكر. فردت الصينيه كده وحطيتها على النار، على العين الكبيره، على نار متوسطه. هنبدا نكرملها. انا هنا بقول لك ان احنا مش هندخل اي معلقه فيها تماما لغايه ما يبدا يسيح معانا. تبداي تهزي كده الصينيه، واول ما يسيح بالمنظر ده ابداي تدخلي بالمعلقه عادي جدا، مفيش اي مشكله. امشي بس بالخطوات، وبجد هتطلعي بسبوسه الطعم فظيع في حته تانية. بجد انا يعني هما منبهره عندي في البيت. انا جوزي كان دايما يقول لي عمرك ما تطلعيها كده، بس الحمد لله يعني كبسته الحمد لله. بعد كده، بعد ما السكر ساح معايا تماما، نزلت بكوبايه الا ربع من السمنه. كوبايه الا ربع من السمنه. انا مستخدمه سمنه بلدي. وبصوا بقى السر هنا ايه، والتركية هنا في ايه. معلقه كبيره من عسل الكلوكوز او عسل النحل، بس عسل الكلوكوز يفضل، ده لا غنى عنه في البسبوسه. بجد عايزه تطلعي بسبوسه ناجحه، استخدمي عسل كلوكوز بجد. بعد كده ما نزلتها، هنزل معايا بكوبايه من اللبن، كوبايه من الحليب. خلاص تمام، نزلت بيهم واحده واحده لحد ما ابتدى كل التكتلات فكت معايا. دلوقتي انا شغاله على نار هاديه خالص. بس كده. اول حاجه هنسيب الخليط ده يبرد تماما، هسيبه يبرد تماما، مش هنحطه على البسبوسه وهو سخن، عشان البسبوسه ما تنشفش معاكي. يبقى هنحطه على البسبوسه وهو دافي. هنا بعد ما دافي معايا، وفي الخطوه دي ما تعجنيش. انا بصوا، انا عايزه اوريكم ان انا لميتهم، بس يا دوبك لميت. عجن البسبوسه مش هيتخليها تنجح معاكي، لكن انا ما عجنتش. انا يا دوبك قلبت تقليب خفيف، وبعد كده نزلتها في صينيه مدهونه بالسمنه البلدي، ومدهونه طبقه حلوه كده. وعايزه اقول لك على حاجه، لو حباها سمكها رفيع اعمليها في صينيه مقاس 30. انا كنت عاملاها في مقاس 28، بس بصراحه المره الجايه هعملها في مقاس 30. تمام كده. جبت بليت ايدي ميه، وبايدي كده طبطبت عليها عشان اساوي الصينيه بالظبط. دلوقتي فرني متسخن على درجه حراره 200، يبقى مسخنين الفرن من قبل على درجه حراره 200. بصوا بقى الهزه دي، الهزه دي وراحه وجايه، دول محلات الحلوانيه اللي بيعملوها، بس ده سر بتاع الحلواني. تفضلي تهز الصينيه كده وخلاص كده. عندك بندق بقى، عندك مكسرات، مش عايزه تحطي خالص مش مشكله، بس تغرزي كده عشان لما نيجي نحط الشربات ما يعومش معاكي على الوش. اغرزي المكسرات في البسبوسه. يلا بقى ندخلها الفرن، وتعالوا نعمل مع بعض الشربات. شربات البسبوسه بيكون سخن. فانا حطيت هنا كوبايه ونص من السكر على كوبايتين من الميه، بيكون خفيف. معايا برضو عصره نص ليمونه، عصره نص ليمونه. يبقى كوبايتين من الميه على كوبايه ونص من السكر، وبرده معلقه كبيره من عسل الكلوكوز. مهم جدا، مهم جدا جدا، ما تستغنيش عنه. هنحط كده، وانا ما قلبتش. انا ما قلبتش تماما. سيبه على النار لمده 7 دقائق. انا 7 دقائق وطفيت النار، من 5 ل7 دقائق وطفيت النار، وحطيت له في الاخر معلقه سمنه بلدي. بس كده. البسبوسه سخنه معايا، والشربات سخن معايا. وبعد كده تبداي تشربيها، واديتها كل كميه الشربات اللي معايا، كل كميه الشربات. شايفين البسبوسه بتتشرب؟ تعرفي بسبوستك الناجحه من ان هي بتتشرب بسرعه من الشربات. بعد كده غطيتها وسبتها تهدى تماما. سبتها تهدى تماما. عايزه اقول لكم ان هي يعني بردت خالص. نبدا بقى نقطعها ونشوفها. بجد الطعم حكايه. الطعم حكايه، ما تستغنيش عن عسل الجلوكوز. التسويه يا جماعه بتقعد معاكي في الفرن نص ساعه، وما تاخريش عن كده عشان ما تنسفش معاكي في الفرن. لو قعديها نص ساعه على درجه حراره 200، نص ساعه ما احمرتش من الوش، افتحي الشوايه حاجه بسيطه قوي. ويعني بصوا انا فظيعه. يعني فظيعه. انا عايزه اقول لكم هنا يعني مش ممكن. لا، اتمنى الفيديو يكون عجبكم.